السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. أهلا وسهلا بكم في قناتكم أسهل مادة. النهاردة يا سنة رابعة هنراجع الدرس التاني بعنوان التعدين والصناعة والتجارة. زي ما متعودين نجيب ورقة وقلم ونجاوب على الأسئلة قبل ما أقول الإجابة، وادي نفسك درجة من 20 واكتب لي تحت في التعليقات جبت كام من 20. السؤال الأول: ما المقصود بالآتي؟ ما المقصود بالصناعة؟ إيه تعريف الصناعة يا سنة رابعة؟ شاطرين. هي تحويل المواد الخام إلى منتجات لسد احتياجات السكان. السؤال التاني: ما المقصود بالتجارة؟ هي عملية بيع وشراء السلع والمنتجات وتبادل الخدمات. رقم 3: ما المقصود بالتعدين؟ هي نشاط اقتصادي بيتم من خلاله استخراج المعادن ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض. يبقى دي التعريفات اللي في الدرس التاني عندنا: الصناعة، التجارة، التعدين. السؤال اللي بعده بيقولك: وضح تطور الصناعة من اليدوية إلى الحديثة. الإجابة هتكون: اقتصرت الصناعة في البداية على الصناعة اليدوية، ثم تطورت بعد اكتشاف مصادر الطاقة، فتحولت الصناعة اليدوية إلى صناعة حديثة. طب صوب ما تحته خط. رقم 1: تنقل وسائل النقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستخراج. طبعا الاستخراج دي غلط، الصح هيبقى الاستهلاك يعني زي السوق كده. رقم 2: يستخدم قصب السكر في صناعة الزيت. حطيت لك تحت الزيت خط، طبعا غلط، الزيت هنكتب مكانها السكر، قصب السكر بيدخل في صناعة السكر. رقم 3: من المقومات البشرية اللازمة لصناعة المواد الخام ومصادر الطاقة. طبعا البشرية دي غلط، الصح بتاعها هيبقى طبيعي. تعتمد الصناعة الحديثة على المهارات اليدوية، بينما الصناعة اليدوية على الآلات. طبعا غلط، هيبقى العكس، تعتمد الصناعة اليدوية على المهارات اليدوية، بينما الصناعة الحديثة تعتمد على الآلات. طيب ماذا يحدث إذا لم يتم اكتشاف مصادر الطاقة؟ الإجابة: لم تتطور الصناعة من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الحديثة. ماذا يحدث إذا لم تتوافر المواد الخام؟ لم تقوم الصناعة. ماذا يحدث إذا لم يعمل الإنسان بالتعدين؟ لم نحصل على المعادن ومصادر الطاقة. دي الأسئلة بتاعت ماذا يحدث إذا لم. آخر سؤال عندي: ماذا يحدث إذا لم تتوافر وسائل النقل الجيدة؟ لم تزدهر التجارة. تزدهر يعني تنشط، تبقى قوية التجارة، يعني لم تزدهر التجارة. السؤال اللي بعده: أكمل العبارات الآتية بالكلمة المناسبة. رقم 1: يستخرج معدن الحديد منين؟ بينما يستخرج الفوسفات من فين؟ هنقوله الحديد هيستخرج من الواحات البحرية، بينما الفوسفات هيستخرج من هضبة أبو طرطور، والاتنين موجودين بالصحراء الغربية. رقم 2: بيع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات يطلق عليه مصطلح. ده تعريف تعريف التجارة. رقم 3: تصنع الحقائب والأحذية من. بعد عملية دبغها الحقائب والأحذية تتعمل من من جلود الحيوانات. رقم 4: تنقسم التجارة إلى تجارة وتجارة داخلية وخارجية. يتم نقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. رقم 6: تنتشر صناعة الأساس في محافظة دمياط، بينما صناعة الحديد والصلب بمحافظة القاهرة. 7: تنقسم المواد الخام المستخدمة في الصناعة إلى مواد خام زراعية، حيوانية، معدنية. شاطر يا سنة رابعة. السؤال اللي بعده بيقولي رقم 8: تتعدد مصادر الطاقة في مصر مثل ايه هي مصادر الطاقة؟ حافظين التلاتة: فحم وبترول وغاز طبيعي. رقم 9: يستخدم نقط في صناعة السكر. اللي بيستخدم في صناعة السكر؟ طبعا قصب السكر، بينما الصوف يدخل في صناعة الملابس الصوفية. 10: تنقسم وسائل النقل إلى عدة أنواع: نقل ونقل ونقل بري وبحري وجوي. يوجد خام في منجم السكري يبقى ذهب. 12: تنقسم الصناعة إلى صناعة وصناعة يدوية وصناعة حديثة. 13: الصناعة اليدوية
تتم فيه المنازل والورش الصغيرة، بينما الصناعة الحديثة هتتم فين؟ شاطر يا سنة رابعة، في المصانع. 14 تسمى عملية بيع وشراء السلع والمنتجات داخل الدولة بتجارة، لازم أقوله تجارة داخلية. 15 تسمى عملية بيع أو شراء السلع والمنتجات خارج الدولة، دي تعريف إيه؟ التجارة الخارجية. رقم 16 يستخرج نقط من من منطقة جبل المغارة، مادام قلنا جبل المغارة يبقى الفحم، بينما يستخرج من حقل أبو ماضي هيبقى الغاز الطبيعي. 17 يستخدم خام الحديد في صناعة، هعمل ايه من الحديد؟ السيارات، بينما الذرة تدخل في صناعة الزيوت اللي هو الزيت. السؤال اللي بعده اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. رقم 1 نشاط اقتصادي يتم من خلاله استخراج المعادن ومصادر الطاقة الموجودة من الأرض، ده تعريف ايه يا سنة رابعة؟ شاطر، تعريف التعدين. رقم 2 عملية تحويل المادة الخام إلى منتجات لسد احتياجات السكان، ده تعريف ايه؟ شاطر، تعريف الصناعة. رقم 3 صناعة تتم في المنازل والورش الصغيرة تعتمد على المهارة اليدوية، ده تعريف ايه؟ الصناعة اليدوية. رقم 4 صناعة تتم في المصانع الكبيرة وتدار بالآلات، دي صناعة حديثة. تستخدم في نقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ده تعريف ايه؟ وسائل النقل. رقم 6 معدن يوجد في الواحات البحرية ويستخدم في صناعة السيارات والآلات، الإجابة هتكون الحديد. 7 معدن يستخرج من منطقة أم بجمة بشبه جزيرة سيناء، مادام قلت أم بجمة يبقى ايه؟ المنجنيز. يبقى أنا عندي المنجنيز هجيبه من أم بجمة، الحديد من الواحات البحرية، الفوسفات من أبو طرطور. بما تفسر يعد الحديد من المعادن المهمة في الصناعة، هنقول له الإجابة لأنه بيدخل في صناعة العديد من الصناعات مثل إيه وإيه؟ الآلات والسيارات. رقم 2 أهمية وسائل النقل بالنسبة للتجارة، الإجابة تستخدم في نقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ولم تنجح التجارة إلا في حالة وجود إيه؟ وسائل نقل جيدة. خلي الإجابة تبقى كاملة يا سنة رابعة. رقم 3 بما تفسر رواج وازدهار التجارة في مصر، هنقول له الإجابة بسبب تقدم وسائل النقل في مصر وموقعها المتميز. رقم 4 يعد التعدين من الأنشطة الاقتصادية الهامة في مصر، هنقول له لأننا بنحصل منها على الإيه؟ على المعادن ومصادر الطاقة. 5 الأهمية الاقتصادية لجلود الحيوانات، الإجابة لأنها تدبغ ويصنع منها الحقائب والأحذية وغيرها. كل دي الأسئلة النقط المهمة اللي بتيجي بما تفسر أنا مجمعها لك، لازم تركز فيها يا سنة رابعة. رقم 6 وهي بما تفسر الصناعة الحديثة لا تحتاج للمهارة اليدوية، الإجابة بسبب اعتمادها على الآلات والتكنولوجيا الحديثة. 7 أهمية الصناعة في حياتنا، الإجابة لأنها تقوم بتحويل المواد الخام إلى منتجات لسد احتياجات السكان وبتزيد من الدخل القومي مما يؤدي لازدهار الدولة. رقم 8 تطور الصناعة اليدوية إلى صناعة حديثة، هنقول له الإجابة بسبب اكتشاف مصادر الطاقة، وكنا قلنا مصادر الطاقة اللي هي زي إيه؟ فحم وبترول وغاز طبيعي. ما النتائج المترتبة على تقدم وسائل النقل في مصر؟ الإجابة رواج وازدهار التجارة في مصر. رقم 2 وفرة المواد الخام ومصادر الطاقة في مصر، الإجابة ازدهار الصناعة في مصر. 3 اكتشاف مصادر الطاقة بالنسبة للصناعة، الإجابة تطور الصناعة اليدوية إلى صناعة إيه؟ حديثة. كل ده انت جاوبته يا سنة رابعة ولا لأ؟ عرفت تجاوب عليه ولا لأ؟ عاوزة تعليقاتكم بقى كده وتقولولي كل واحد جاب كام من 20. السؤال اللي بعده ما العلاقة بين كل مما يأتي؟ التعدين والصناعة، الإجابة نحصل من التعدين على المواد الخام ومصادر الطاقة اللازمة للإيه؟ للصناعة. ما العلاقة بين كل من وسائل النقل والتجارة؟
الإجابة: تستخدم وسائل النقل في نقل السلع والمنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ووجود وسائل نقل جيدة يؤدي إلى رواج وازدهار التجارة. السؤال اللي بعده: ما العلاقة بين وسائل النقل والصناعة؟ الإجابة: تساهم وسائل النقل في نقل المواد الخام من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع اللي هي المصانع. دي الأسئلة بتاعت ما العلاقة. أنا عارفة اللي السؤال بتاع ما العلاقة انتوا مخدتوش الترم الأول وممكن تكونوا متلخبطين فيه، فانتوا ما العلاقة بين حاجة وحاجة؟ فهمتوا السؤال؟ مصادر الطاقة والصناعة الحديثة. ما العلاقة بين مصادر الطاقة والصناعة الحديثة؟ هنقوله ان مصادر الطاقة ساهمت في تطوير الصناعة اليدوية الى صناعة حديثة. يبقى مصادر الطاقة ساهمت في تطوير الصناعة اليدوية الى صناعة حديثة. يلا قارن في الورقة اللي انت ماسكها بين الصناعة اليدوية والصناعة الحديثة. يلا قارن بين الصناعة اليدوية والصناعة الحديثة. بتيجي كتير في الامتحانات المقارنة دي في الصناعة اليدوية والصناعة الحديثة. هنقول له الصناعة اليدوية تتم في